ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايين بفكرة معجنات حلوة جدا، تنفع حلو وحادق. طبعا احنا في الحر وفي الصيف ده عايزين حاجة او اكلة تكون سريعة. المعجنات دي هتنفع معاكم سواء غدا او عشاء. حلوة خالص، هشة وطرية. بتنفع حلو وحادق زي ما قلت لك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف احنا عملنا المعجنات الحلوة دي ازاي. يلا بينا نبدأ الفيديو. عندي كده كوباية الا ربع حليب، وبقول حليب يا احمودي مش بقول لبن اهو، عشان احمودي كان زعلان وبيقول لمامته اسمها حليب مش لبن. وعليهم معلقتين كبار سكر ومعلقة صغيرة خميرة. هقلبهم كلهم مع بعض كويس، وبعد كده اسيبهم اركنهم شوية علشان اختبر الخميرة بتاعتي اذا كانت فعالة ولا لا. بعد كده لقيت الخميره بتاعتي الحمد لله فعاله، فهبدا بقى احط المكونات بتاعتي. عرفتها ازاي؟ بصي، بتبقى مكونه طبقه كده من فوق. حطيت بضايه بدرجه حراره المطبخ، ومعايا باكو فانيليا ونص معلقه صغيره خل، ونقطتين كده فانيليا. ممكن عادي ان انت تستغني عن البضايه. حطيت نص معلقه صغيره كده ملح على الدقيق اللي هو قد ايه، حوالي 3 كوبايات الا ربع، بالكوبايات المعياريه اللي مكتوب عليها 250 مللي. هبدأ بقى اعجنهم، وهخلي جنب مني كده ربع كوباية، سواء اذا كنت استعملتي حليب او انا ما كانش عندي حليب الصراحة يكفي، فحطيت مية. هبدأ انزل بقى المية بالتدريج شوية بشوية لحد لما تتكون عندي كده عجينة تكون طرية خالص، بتلزق تلزيق بسيط. بس انا حبيت ان انا ايه، اخليها تبقى طريه زياده عن اللزوم وتكون بتلزق جامد، فاستعملت ربع كوبايه كامل. لكن لو المقدار الصحيح ان انت بتخليها طريه بس بتلزق تلزيق بسيط، يعني مش هياخد معاكي ربع كوبايه، او على حسب نوع الدقيق اللي انت هتستعمليه كمان. يعني انا كان المفروض ان انا ابقي من الميه دي حوالي معلقتين كده اشيلهم على جنب. خلاص خلصت ربع كوبايه الميه، هبدا بقى انزل بايه، بمعلقه كبيره سمنه او زبده على حسب المتاح عندك. وهبدأ اعجنهم مع بعض. السمنة او الزبدة هتخلي العجينة تقطع معاكي، بعد كده هتبدأ تلم. العجينة بتاعتي بتلزق خالص لان انا استعملت زي ما قلت لك ربع كوباية كاملة. سيبها بقى دلوقتي لحد لما تخمر. عندي في حلة حطيت معلقة كبيرة سمنة ومعلقة زيت، وحطيت بصلاية كبيرة قطعتها لحد لما اصفرت، نزلت عليها بالفلفل، قلبتها شوية. بعد كده هنزل بقى باللحمة المفرومة بتاعتي. اللحمه يا بنات انا ما بسيبهاش، انا بفضل اقلب فيها بالمعلقه كده، مش بسيبها علشان ما تكتلش مني. لو سبتها بتكتل، وخصوصا ان دي كمان لحمه بلدي فهتلاقيها اتكتلت معاكي، لكن بالطريقه دي هتلاقيها زي ما هي كده، زي ما هي قدامك. هبدا بقى خلاص كده اللحمه بتاعتي احط عليها البهارات. ما كانش عندي الصراحه موجود غير فلفل اسمر، حطيت فلفل اسمر وحطيت ورقتين لورا، وحطيت الملح. وبعد كده حطيت حوالي ربع كوباية كده مية، وسبتها بقى مع نفسها لحد ما تستوي. في حلة تانية حطيت طماطميتين كبار، معاها بصلاية قطعتها 4 تربع، وفص توم وورقتين لوري. ولو عندك حبهان حطي، وزودتها شوية مية وسبتها لحد لما الطماطم والبصل كلهم استووا. وبعد كده لما استهدت اخدتها ضربتها في الخلاط، وحطيت عليها التوابل اللي موجودة عندي. حطيت فلفل اسمر، وحطيت توم باودر والبصل البودر، وحطيت الملح، وحطيت معاها شوية سكر، وكمان هحط عليها شوية زعتر، ومعاها نص معلقة زيت كبيرة. وهقلبهم كويس مع بعض، وهركنها على جنب عشان نشوفها هنعمل بيها ايه. ال- الخلطة دي ممكن كمان تستعمليها على وش البيتزا، بتبقى حلوة جدا. خلاص العجينة بتاعتي خمرت، فأبدأ بقى أقطعها. أنا ما اديتهاش البوكس المتين بتاع كل مرة، لا سبتها زي ما هي. فقطعتها على 9 كور. ودهنت الاول الصينيه زيت لان العجينه عندي كانت بتلزق جامد، بقى دهنت ايديا زيت وبعد كده قطعتها. جبت في طبق تاني حطيت فيه اللحمه المفرومه بتاعتنا، وكان عندي يا دوب شويه جبنه موتزاريلا حطيتها عليها. واخدت معلقتين من الصلصه اللي احنا عملناها، وقلبتهم مع بعض. عايزه تحطي مع الخلطه دي زي ما انت عايزه، ما عندكيش جبنه موتزاريلا عادي ما تحطيش، حطي المتاح عندك. لو عايزه تحطي معاها زيتون حطي، لو عايزه تحطي كمان طماطم قطعيها، بس شيلي القلب بتاع الطماطم عشان ما تبقاش ميميه معاكي جوه الفطاير. اخدت كده الصينيه دهنتها زيت، وبعد كده بدات افرد الكور بتاعتي زي ما انت شايفه، وحطيت الخلطه بتاعتي في القلب كده، وابدا اقفل الاطراف كويس. اقفلها كويس، وبعد كده اضغط عليها
ابططها يعني واسيبها كده شويه لحد لما ترتاح. لو عايزه العجينه بتاعتك يكون جوه منها قلب سيبيها لحد ما تخمر، مش عايزه فيها قلب سويها بعد منها بحوالي 5 دقايق كده. حطيت الطاسه، حطيت فيها زيت، بس زيت ما يكونش غزير قوي يا بنات، ويكون سخن بس على نار هاديه. ابدا احط بقى المعجنات بتاعتي، اول ما الاقيها اتشمعت كده من ناحيه اقلبها على الناحيه التانية، تتشمع برضو من الناحيه اللي انا قلبتها. ارجع اقلب فيها كده لحد لما تاخد معايا لون من كل ناحيه، اللون يكون حلو كده ذهبي. لحد لما توصل للون ده ابدا بقى اطلعها. المعجنات بتبقى مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه. ابدا بقى احطها على شبكه كده، وبعد كده ابدا بقى زي ما انت شايفه كده المعجنات بتاعتنا شكلها حلو ازاي، وطعمها بسم الله ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. جربوها يا بنات مش هتندموا والله، جميلة جدا وتنفع كمان للخروجات. يعني مثلا لو عندك خروجة مع الأولاد أو حاجة خارجين تتفسحوا اعمليها وخدوها معاكم. كان عندي بقى من نفس العجينة دي كنت عملت قبل كده وشلت بقية العجينة حطيتها في الفريزر، طلعتها بعد كام يوم. وهبدأ بقى أعمل منها للأولاد ايه حاجات حلوة. فهنبدأ نعملها زي الدوناتس. فاخدت كده العجينه بتاعتي قطعتها، شلت الجزء اللي هو لقيته يعني فك شويه، اخدته كده على جنب. المفروض ان انا اريحها بس كنت مستعجله عشان كده بترد مني. لكن انتي قطعي العجينه بتاعتك وريحيها شويه، هي في الصيف ما بتاخدش وقت في ان هي ترتاح، علشان كمان لما ترتاح معاكي هتتفرد معاكي على طول ومش هتغلبك يعني في الفرد. كده انا فردت العجينه بتاعتي وبدات اقطعها بالقطاعه. لو ما عندكيش قطاعه عادي ممكن تستغني عنها وتقطعي باي غطا موجوده عندك، واعمليها اي شكل عادي. العجينه تكون فردتيها بس ما تكونش لا تخينه قوي ولا اللي هي رفيعه قوي. خلاص. وكل اللي هو العجين اللي هيفضل معايا حوالين الاشكال دي باخدها كده اجمعها مع بعض، وبعد كده اسيبها ترتاح شويه، اريح شويه، وبعد كده ابدا ارجع افردها تاني. الجزء التاني اللي هو كان متبقي في الطبق اخدته كده فردته، هعمله مثلثات وهبدا اعمله كده زي المولتو، الفه زي المولتو كده زي ما انت شايفه كده تتلف معاكي على طول. بس طبعا العجينه طريه خالص، فايديكي دايما تبقى مدهونه شويه زيت. وكمان سطح العمل اللي انت شغال عليه برضه ادهنيه بشويه زيت. دي العجينه اللي انا كنت سبتها ترتاح شويه، بدات افردها وقطعتها. وكمان الجزء اللي هو فضل معايا اللي مش عارفه افرده عملتها زي كوره كده وسبتها كده العجينه دي لحد لما تخمر. خمرت معايا وبدات بقى اقليها في الزيت زي ما عملت في المعجنات الحادقه. بعد ما طلعت معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه الحلو ده، حطيتها كده في سكر عادي، سكر خشن، بس ما يكونش خشن قوي، يكون ناعم برضو، مش بودره، لا هو ناعم. وهبدأ بقى افتح كده فتحة بالخلة وهي هحشيها نوتيلا. عايزة تحشيها نوتيلا عادي، مش عايزة ما عندكيش اكتفي بالسكر، طعمها حلو برضو. والعجينة دي ممكن ما تحشيهاش اي حاجة، ممكن كمان تحطي جوه منها جبنة، ممكن عجوة، كل الحاجات دي تنفع. والمعجنات دي طالعة تحفة بسم الله ما شاء الله، خفيفة هشة، طعمها حلو جدا جدا. يعني انتي لو جربتيها مش هتندمي. وبدل ما نشغل فرن والجو نار اصلا مش مستحملين. تعالوا بقى دلوقتي هوريكم، هقطع واحده وهوريكي الهشاشه بتاعتها وخفيتها وحلاوتها من جوه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. بص النوتيلا ما شاء الله، يعني حاجه كده تفتح النفس. وكمان العجينه مجرد ان انت هتمسكيها في ايدك هتلاقيها طريه كده، وحاجه ما شاء الله كانك ماسكه قطن في ايدك، وطعمها تحفه تحفه تحفه. جربوها مش هتندموا يا بنات. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.